اوعى تشتري عربيه بتوكيل، اوعى تشتري عربيه استعمال بتوكيل. ولو انت شاري عربيه استعمال وعامل لك توكيل لسه ما سجلتش باسمك، انزل امبارح سجله. انا مش هقول لك انزل دلوقتي ولا انزل بكره، انزل امبارح سجل العربيه باسمك واعمل عقد مسجل، لان التوكيل هيضيع منك العربيه ومش هتاخد ولا حق ولا باطل. اغلب الناس في سوق المستعمل بتشتري عربيات بتوكيل، بيبقى فيه ورقه وورقتين وثلاث ورقات. تمام، احكي لك قصه لسه اصلا من كام يوم مع حد صاحبي كان شاري عربيه توكيل. تمام، عشان مده طويله وبتاع، فهي كان فيها ورقه وهو الورقه الثانيه. العربيه كانت رخصتها سنتين ونص. الراجل عدى السنتين ونص لسه من يومين رايح يرخص. تمام، رايح الشهر العقاري يعمل نقل ملكيه ويسجل ويرخص. عشان ايه؟ يجدد وينقل العربيه باسمه. خلاص، هو الراجل مش عايز التوكيلات، هو كان مستخسر يعمل توكيل الاول، قال لك دي سنتين وبتاع، فايه امشي بالتوكيلات لحد ما يخلصوا السنتين ونص وانا اروح ايه اجدد باسم. راح المعلم، راح الشهر العقاري، ايه اللي حصل؟ جدد لي يا باشا، انا عايز اعمل نقل ملكيه باسم. الراجل دخل الرخصه، اخد منه التوكيلين. تمام، يعني هو كان في توكيل، صاحب العربيه عامل توكيل لواحد، والواحد ده عامل له هو توكيل، يعني في تلا هو الورقه الثالثه من فوق الايه، من فوق الرخصه أو الورقه. فالمعلم رايح يعمل التوكيل في الشهر العقاري، يعمل له بيه، بيعمل بيه بيع لنفسه. ما التوكيل بيبقى بيع لنفسك كله، فراح يعمل بيه بيع لنفسه. المعلم اكتشف ان صاحب التوكيل الاول توفى. طب ايه الحل؟ قال له خلاص ما ينفعش، لان التوكيل لا يسري في حاله الوفاه. يعني التوكيل بيشتغل طول ما صاحب الشأن عايش، لو صاحب الشأن متوفي خلاص التوكيل ده ورق في ميه، تبله وتشرب ميته. فاول راجل عامل له التوكيل اللي هو صاحب العربيه اللي عامل التوكيل، اول توكيل ده توفى. فايه الدنيا وبتاع، قال له روح حل مع الورثه. روح دور على الورثه، اخين في مصر واخين بره. منهم اللي في مصر ده اخ متوفي عنده 5 عيال، فانت المفروض ان انت تلف على كل دول يعملوا لك اعلام وراثه ويكتبوا لك تنازل واحد واحد عن العربيه عشان خاطر تروح تنقل ملكيتها باسمك. طبعا بلح الكلام ده، ما حصلش ومش هيحصل. وهو الراجل يعني بص طلع عين اهله، ما فيش حل، العربيه راحت عليه، راحت عليه. فالاعمار بيد الله. انت دلوقتي عامل توكيلات، شاري التوكيل، ما لو صاحب التوكيل ده توفى خلاص انت لبست العربيه بقى، وامشي بقى دور ورا الورثه بتاعته، هيقول لك احنا مالنا واحنا مش فاضيين، طب مش ضمننا ان هو عامل لك توكيل، طب الحيكي، طب وراحت عليك العربيه هتلبسها. لو انت شاري التوكيل وصاحب التوكيل الاول ده في ناس بتشتري بيبقى العربيه فيها 3 4 ورقات. طب يا عم لو واحد فيهم مات خلاص، يعني اي واحد من التوكيلات اللي قبلك ده ربنا افتكره، العربيه راحت عليك ولازم تحل مع الورثه وش كده. لان انت الشهر العقاري عمره ما هيشغل لك توكيل لحد متوفي، هو ملوش دعوه، انت مكتوب توكيل للبيع للنفس وللغير، بس الكلام ده طبعا مش هيمتى، عمره ما هيشغل لك توكيل لحد متوفي. فراحت عليك العربيه، يبقى انت عشان انت مستخسر 1000 جنيه ولا 1000 ونص ولا 2000 جنيه ولا 3 ايا كان المبلغ عشان تعمل عقد مسجل، فانت ضيع عليك العربيه كلها. وطبعا الورثه ما بيحلوش، يعني انا القصه اللي انا حاضرها دي الورثه ما حدش هيحل، واللي بره مش هيحل، واللي جوه مش هيحل. احنا مالنا، اصل علينا بايه؟ احنا مالنا يا عم؟ العربيه معاك يا عم وما توجعش دماغنا. ولو هيحلوا بقى عايزين فلوس قد ثمن العربيه مرتين. يعني انت لو جبت كل واحد بس عشان تنزله ويروح يعمل لك الاجراءات دي ويعمل لك تنازل بقى واصلا لسه هيعملوا اعلام وراثه، وبعد اعلام الوراثه يفرزوا العربيه لوحدها. قصه حزينه، قصه حزينه. الراجل يعني ربنا يعينه وربنا يعين كل واحد شاري التوكيل. ففي ناس ياما قوي بتغفل عن النقطه دي. الاعمار بيد الله، ما انت ما تضمنش عمرك، هتضمن عمر الناس؟ انت عمرك انت نفسه ما تضمنوش، هتضمن عمر الناس؟ فانت لو شاري عربيه مستعمله بتوكيل، روح امبارح سجلها وما تشتريش بتوكيل تاني. بجد انت بتجذب بالعربيه. انت لما تشتري اوعى تشتري عربيه فيها توكيل، اوعى تشتري عربيه بتوكيل. ولو معاك عربيه بتوكيل روح انقل على طول، انقل ملكيه على طول، لان انت كده بتحافظ على عربيتك ان هي تضيع. انا حسن ناصر، وده محتوى عربيه.